انتهت الحلقة اللي فاتت لما عرفنا إن تشان خطف عيال باركو وهان وكيم اتحاصر في الفندق، وتعالوا بقى نبدأ الحلقة الجديدة. بتبدأ الحلقة العاشرة والأخيرة من الملخص بجار كيم لما رجع بعربية الغسيل، بس استغرب لما شاف باركو وهان خارجين بعربية تشان وكان باين على وشهم الصدمة. أما كيم فقدر إنه يضرب كل حرس ويهرب بالشمالي، وسانج حصلتهم وركبوا مع بعض في عربية، بس برضه لاحظ إنهم لسه بيجروا وراهم فرمى قنبلة وراه علشان يبعدوا عنه. وقتها بيكون رئيس الوفد الشمالي قاعد متوتر، بس توتره بيزيد لما واحد من رجالته بيعرفوا إنهم للأسف هربوا. وتعالوا نرجع لكيم لما بيتفاجئ بيونج قدامه ورافع سلاحه، فالشمالي لما بيشوفه بيفتكر إنه جه علشان ينقذه وناوي يقتل كيم، فبيقول له خلاص خلاص ما تقتلوش، ده بقى في صفنا دلوقتي. بس يونج بيعرفه إن الحقيقة اتكشفت وعرف دلوقتي إن هو اللي ورا موت أخوه. فهو بيقول له أنا يا ابني أكيد أنت متلخبط، ما أنا قلتلك أخوك مات على إيد الجنوب. فيونج بيقول له يعني انت ما قلتليش ان رقم 66 هو اللي قتله؟ فهو بيتوتر، وخصوصا ان حياته دلوقتي في ايد كيم. فيونج وقتها بيسأل كيم إذا كان قتل أخوه، فهو بيعرفه إن مش هو اللي قتله، فكان يونج خلاص هيقتل الشمالي، بس كيم بيقف قدامه وبيمنعه. فيونج بيستغرب هو ليه بيحميه، فهو بيقرب منه وبيعرفه إن ده كله علشان بنته، والأهم 100 مرة من موت واحد واطي زيه، وبيطلب منه إنه يثق فيه ويمشي. فيونج بيفضل يبصله ومش بيرضى يعمل حاجة. وبيجي وقتها جاركين بالعربية وبيقول لهم يركبوا بسرعة، وبيقدروا أخيرا إنهم يخرجوا من الفندق. ولأن الشمال اتصاب هيودوه للمستشفى، وبيعرفهم جاركيم إنه شاف هان وبارك خارجين من شوية بعربية تشان. وساعتها بيرن هان على كيم وبيقوله حاجة بتخليه مصدوم، بس مش بيرضى يعرف سانج اللي هان قاله، وبيسيبهم وبيروح يركب عربيته. وبنعرف إن هان قاله إنه لما جاش دلوقتي ولادهم هيموتوا. وبنعرف إن المساعد هو اللي قبض على ابن هان لما كان في مركز التايكوندو، ولما حاول يدافع عن نفسه ضربه، وقبض برضه على بنت بارك. أما كيم لما بيوصل للمكان اللي قالوله عليه بنلاقي إنه عبارة عن حلبة مصارعة محطوط فيها هان وبارك وولادهم مربوطين في عمود جنبهم. فبيدخل كيم الحلبة وهو مضطر، وقتها بيقول لهم تشان إن عندهم اختيارين، يا إما تقتلوا صاحبكم كيم أو عيالكم هيموتوا، وبيقعد يتفرج عليهم. فكيم بيتصدم وبيعتذر لهم إنه ورطهم في كل المشاكل دي، وهما برضه مش بيرضوا يعملوا له حاجة، فبيضربوا نار على ولادهم علشان ياخدوا القرار. وقتها كيم هو اللي بيقول لهم إنهم يقتلوه، وبيبدأ يضربهم علشان يضربوه، فبارك بيضربه وهو بيعيط، وبيضربه هان وإيديه بترتعش ومش مصدق إيه اللي بيعمله. بس الظاهر إن تشان ما كانش عاجبه اللي بيحصل وعاوز أكشن أكتر من كده، وبيقول لهم إن كل الكلام ده ما ياكلش معاه. وبيروح جايب بندقية وبيقول لهم إنه هيديهم مهلة 5 دقايق، لو ما خلصوش فيها على كيم هيخلص هو على أولادهم، وبعد كده هيقتل كيم برضه. فكيم وقتها قال لهم بكل يأس مستنين إيه، ما تنفذوا اللي طلبوا منكم. فبارك بوجع بيروح ليه هو وهان وبيفضلوا يضربوه، وبيكون تشان مبسوط باللي بيحصل وعمال يقول لهم اضربوا أكتر من كده، وبيكون فرحان إنه أخيرا بيشفي غليله من كيم. وقتها كيم بيقع على الأرض من كتر الضرب، وبيقول لهم ياخدوا بالهم من بنته جي، فبيجي تشان من وراه وكله شماتة وبيفضل يضحك على حاله. بس كيم افتكر لما وعد بنته انه رجع لها تاني وانها مستنياه، فبيبص لتشان وبيقطع سلك الحلبة وبيمسكه من هدومه، وفي نفس الوقت بيستغل بارك وهان اللحظة وبينطوا على السلك وبيكسروه فوق تشان. وبنعرف ان دي كانت خطة كيم انهم يفضلوا يضربوه في سور الحلبة علشان يتكسر. وبيروح هان وبارك يطمنوا على اولادهم، وبعد كده بيرجعوا يطمنوا على كيم وبيسألوه اذا كان كويس، خصوصا بعد كل الضرب اللي خده ده. فهو بيقول لهم انتوا شايفين ايه، اني كويس يعني؟ ومبيكونش حتى قادر انه يقوم. وبيكون تشاندا كله لسه محشور تحت سور الحلبة، فهما بيبصوله وبيقولوله ليلتك سودا، هو انت ما بتحرمش؟ وبعد كده بيخرجوا كلهم من المكان ده، بس كين بيسيبهم وبيقول لهم انه عنده وعد لازم يوفيه. فبيقف هانو وباركو وبيقولوا لبعض هنعمل ايه في القرود اللي معانا دول حتى ما بيسمعوش كلامنا، ولازم يسيبوهم مع حد الفترة دي يخافوا منه. وقتها بارك بيقوله انه عارف الحد المناسب للمهمة دي، فبنلاقيه بيروح لمراته علشان يسيب لها العيال، وبنعرف انها تبقى قائدة الامن. فهي بتبص لهم بنظرات تخوف وبتقول لهم هو انتوا فاكرين ان هنا حضانة؟ وبتزعق له انه وقع نفسه في المشاكل تاني، وكانت لسه هتروح تتخانق مع كيم علشان يبعد عن جوزها، هو بيوقفها. ووقتها بيعرفها ان هو اللي اختار يساعده، وخصوصا انها كانت اخر مهمة ليه، وبعد كده هيجتمع مع بنته. فهي مش بتقدر تتكلم وبتقوله خلاص امشي انا هاخد بالي من العيال دي. وهم وقتها مش بيصدقوا نفسهم انها وافقت اخيرا وبيشكروها. وفي مكان تاني بنلاقي إن الاتفاقيات تمت بين الكوريتين، بس بعد ما بيخلصوا بيقرب رئيس الوزراء الجنوبي من رئيس الوفد الشمالي وبيقوله إنهم محتاجين يتكلموا في كذا حاجة حصلت امبارح. ولما بيروح على مكتبه بيقوله إن الجنوب عمل كل اللي يقدر عليه علشان ينفذوا طلباتهم، بس اللي حصل امبارح عدى المسموح بيه. ولما الوفد الشمالي بيمشي بيأكد رئيسهم للمساعد إن محدش يعرف إن الاتنين دول هربوا منهم، ولازم الكل يقول إنهم اتقتلوا.
وطبعا كلنا عندنا فضول نعرف ايه اللي حصل لتشان، وبنلاقيه متعلق بحبل على عمارة علشان يكون عبرة لأي حد يجي على أبطالنا بعد كده. أما في المستشفى مع الشمالي أول ما بيفوق بنلاقيه بيطمن على الفلاشة اللي زارعها في جسمه، وبعد كده بيخش الجنرال وبيركب له جهاز كشف الكذب عشان ياخد منه معلومات سياسية عن الشمال. بس هو قبل ما يقول على أي حاجة بيشرط عليهم إن عاوز بعد ما يقول لهم المعلومات يرحلوه على بلد اسمها ماكاو، وده لأننا بنعرف إن دي نفس البلد اللي الفلوس موجودة فيها. بس الجنرال بيقوله لما نشوف المعلومات اللي عندك الأول هل تستاهل ولا لأ، وبعد كده بيبدأ إنه يعرفهم كل حاجة عن الشمال. بس بالليل وهو نايم في اوضته بيدخل واحد متنكر واللي بيكون كيم، وبيحقن الشمالي بحقنة وبياخده معاه بعد ما بيضرب كل الأمن، وبنلاقيه بعد كده بيسلمه ليونج لأنه وعده إنه هيجيبهوله، فيونج بيشكره إنه طلع قد كلامه وبيتمنى له حياة سعيدة مع بنته. وتاني يوم بيعرف الجنرال إنهم معرفوش مين اللي خد الشمالي، ولسه هيقول للمساعد إنهم هيدوروا أكتر، بيقوله لأ ما تدوروش، كده كده هو ما يفرقش معانا بعد ما خدنا المعلومات اللي تهمنا. أما بقى الشمالي فبنلاقيه نايم على الشط ومش دريان بأي حاجة حصلت، وده كله بفضل المخدر اللي كيم اداهوله، وبيتصدم لما بيفوق لأنه بيلاقي إن الفلاشة اتسرقت. بس بقى صدمته الكبيرة لما عرف إنه رجع تاني لكوريا الشمالية. أما بقى كيم علشان يقفل صفحة تشان خالص بيرن على واحد شكله راجل مهم وله نفوذ كبيرة، وبيقوله إنه عاوز يصفي شركة جوهاك بتاعة تشان. فالراجل ده بيستغرب إنه مكلموش من 10 سنين وجاي دلوقتي يطلب منه الطلب ده. بيعرفوا كيم إن الموضوع يخص بنته، فبيوافق وبيقوله إن دي حاجة سهلة، بس بيأكد عليه إن كل حاجة ليها مقابل. وتاني يوم بتذيع الأخبار إن التفتيش أثبت فساد الشركة بتاعة تشان، وحتى قبض على كل اللي تبعه من الحكومة زي وزير الأمن الوطني. أما بنته ري اللي كانت بره البلد فبتتصدم من اللي حصل لوالدها، وإن كل الناس عرفت هي عملت إيه في جي. ولما بيخرج تشان من المستشفى بيلاقي الصحافة في وشه واللي بيواجهوه بخيانة بلده مع الشمال، ده غير تهم القتل والاختطاف. وكمان بيعرف إن بنته اتحبست، بس ساعتها بيتفاجئ برئيس العصابة بيظهر قدامه وبيطعنه بالسكينة. أما الجنرال فبيقول لكيم إن بما إن كل حاجة انتهت دلوقتي لازم كمان رقم 66 يموت. وتاني يوم بتتذاع الأخبار إن تم العثور على جثة راجل في الأربعينات باسم كيم، وبتتصدم بنته لما بتشوفها. وفي كوريا الشمالية بتوصل لهم نفس الأخبار، وبكده صفحة كيم بتتقفل من عندهم تماما. وبعد كده بنلاقي جي قدام قبر أبوها وأمها، بس بتتفاجئ لما بتلاقي كيم وراها وبيقول لها إنه رجع لها زي ما وعدها، فهي بتعيط وبتترمي في حضنه. ولما بيروحوا الاستخبارات بيديهم الرئيس هويتهم الجديدة، وبعدها بيقول لهم إنه مش عاوز يشوفهم تاني، فبيتحكموا وبيقول له ولا أنا والله عاوز أشوفك، وأخيرا شفناه بيضحك. أما بقى جين وهما ماشيين فبتستغل الفرصة وبتقول له بما إنهم هيبدأوا حياة جديدة فلازم طبعا تشتري لبس جديد. وبعد كده بتروح تسحب ورقها من مدرستها هي وسانج علشان تنقل لمدرسة جديدة. وقتها بتقابل نام وبيعتذر لها إنه مقدرش يعمل حاجة، وبيطلب منها إنه يفضل على تواصل معاها، بس هي بتقوله إن للأسف مش هينفع، وبتديله الكارت اللي عليه اسمها علشان يبقى دايما فاكرها. وبعدها بتودعه وبنشوفهم بعد كده وهما بينقلوا البيت جديد في حي جديد، وصحابه بيجوا يساعدوه. وأخيرا هان بيغير بدلة التايكوندو، وعلشان كيم يكافئهم على مساعدتهم ليه بياخدهم وبيعزمهم على الأكل، بس هما تقريبا بيخربوا بيته من كمية الأكل اللي كلوه. وبتحكي لنا جي إنها بقى عندها حياة جديدة ومدرسة جديدة وأب بقى بيضحك كتير على عكس الماضي، وبنعرف إنها لسه بتقابل سانج من وقت للتاني. ده غير إنها بتعرفنا على شغل والدها الجديد واللي جابه من واحد يعرفه في الماضي، واللي بيكون نفس الشخص اللي كلمه علشان يخلص على شركة تشان. بس هما موضحوش شغل ايه ده، وده تقريبا المقابل اللي كيم هيرد ليه قصاد الخدمة اللي طلبها. وانتهت الحلقة بمديره واللي كان راجل ضخم وهو بيقرا السي في بتاعه وبيقوله إنه انبهر بيه، بس برضه لازم يتأكد بنفسه وبيقوم يتقاتل معاه. فشكله كده لسه في جزء تاني للمسلسل، واللي اتمنى فيه انه يتجوز سانج علشان حاساهم لايقين على بعض قوي. ولا انتوا ايه رأيكم؟ المهم ان النهاية سعيدة وكله خد جزاؤه. وبنكون هنا وصلنا لنهاية ملخصنا، ولو عجبكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولي رأيكم في الكومنتات.